في القاهرة على ضفاف النيل، وفي البناء الأشهر في تاريخ مصر الحديث، قصر النيل. هنا حيث شهدت الجدران ملوكاً وزعماء وساسة. هنا حيث عبر كل ذي شأن في مصر منذ الأربعينيات وحتى التسعينيات. المكان الذي ما زال قائماً بحجارته الشاهدة على التاريخ. لكن في ليلة واحدة، ليلة من عام 1942، وقع في الكازينو القابع داخله أمر مريب، شيء لم يجرؤ أحد على الحديث عنه، لا في حينه ولا بعده بسنوات، حتى عثر عامل نظافة على ورقة ملقاة في دورة مياه الكازينو بعد 3 أيام من تلك الليلة. ورقة تحمل اسماً واسماً آخر، وجملة واحدة فقط، جملة دفعت من وجدها إلى أن يطويها ويخفيها ويظل صامتاً ل80 عاماً. أهلاً بكم في حكايات آخر الليل. الليلة نروي لكم جريمة قصر النيل، الجريمة التي دفنت بجوار النيل، والورقة التي كادت أن تغير وجه مصر. قصر النيل شيد في أواخر القرن ال19، رابضاً على ضفاف النيل مباشرة، في الموقع ذاته الذي يشغله اليوم فندق هيلتون رمسيس. كان يوماً معقلاً للاحتلال البريطاني، ثم غدا مقراً للحكومة المصرية. وبين جنباته كان يقع الكازينو، لا بمفهومه الضيق بل بمعناه العريق، ملتقى اجتماعياً يضج بالحياة، حيث الموسيقى والموائد ومنافسات البلياردو وأوراق اللعب كان صهريجاً للأطياف، يجمع كل الطبقات ويستقطب شتى الجنسيات. وفي أربعينيات القرن الماضي، إبان الحرب العالمية الثانية، حين كانت القاهرة تموج بالضباط والسياسيين والجواسيس، كان قصر النيل هو المسرح الذي يلتقي فيه الجميع. هناك حيث تحاك الأسرار الخفية وتبرم الصفقات الصامتة وترتكب الجرائم التي لا يلمحها أحد. ففي قصر النيل حين يكون الجميع هناك يختفي الجميع. 14 من نوفمبر عام 1942، مصر في قلب رحى الحرب العالمية الثانية. معركة العالمين قد حسمت بالنصر للتو، لكن الأجواء في القاهرة كانت مشحونة بترقب غريب. في تلك الليلة كان الكازينو يغص بالحياة، ضباط إنجليز، تجار مصريون، ودبلوماسيون من شتى البقاع. صخب الموسيقى يتعالى، الموائد عامرة، والضحكات تملأ الأرجاء. لكن في ركن بعيد، في أقصى زوايا المكان، جلس رجلان، لا حديث يجمعهما ولا نظرات متبادلة، وبينهما ورقة صامتة. الأول رجل أعمال مصري ثري وذو نفوذ واسع، والآخر ضابط إنجليزي رفيع الرتبة جاء خصيصاً من الإسكندرية. ومع دقات 11 ليلاً تماماً، نهض الضابط الإنجليزي واتجه صوب المغاسل، ولم يعد. الحارس الواقف عند الباب أكد دخوله وأقسم أنه لم يرى أحداً يخرج، لكن المكان كان خالياً تماماً. اختفى الضابط من مكان مغلق في ليلة تضج بالحشود، ولم يلحظ أحد أي شيء. بقي رجل الأعمال المصري في مكانه صامداً حتى أغلق الكازينو، ثم نهض ومضى في حال سبيله، دون سؤال عن رفيقه، دون بلاغ، ودون أن ينطق بكلمة لأحد. أبلغ الإنجليز عن اختفاء الضابط وفتح تحقيق موسع، لكن الخيوط تقطعت والتحقيق لم يفضي إلى شيء. وبعد أسبوعين فقط أغلق الملف. قيل وقتها إنه نقل إلى جبهة القتال، قيل بلا دليل ملموس، بلا جثة تذكر، وبلا شهود عيان. قيل
وانتهى الأمر. بعد 3 أيام من تلك الليلة، كان عامل النظافة يجمع النفايات في مراحيض الكازينو حين عثر على ورقة محكمة الطي مخبأة بعناية خلف الحوض في زاوية لا تطالها الأعين بسهولة. كانت الورقة تحمل باللغة الإنجليزية اسمين وتاريخاً وجملة واحدة: تم الأمر، المبلغ في المكان المتفق عليه، لا تبحث. قرأها العامل، تلفت حوله بحذر، واستعاد شريط تلك الليلة، وتذكر ذلك الضابط الذي اختفى في ظروف غامضة. دس الورقة في جيبه ولزم الصمت. آثر السلامة لأنه أدرك يقينا أن وراء هذا الأمر رؤوسا كبيرة. سكت ليعيش. وبقي صاحبا الاسمين في الورقة أحرارا. الاسم الأول رجل أعمال مصري ذائع الصيت، تتشابك علاقاته مع الحكومة ومع الإنجليز. رجل ثروته مجهولة المصدر، تثير التساؤلات في النفوس، لكن أحدا لا يجرؤ على طرحها بصوت عال. الاسم الثاني الضابط الإنجليزي المختفي، لكنه في الورقة لم يكن بصفته العسكرية، بل بصفته مخبرا يبيع أسرارا حربية لطرف ثالث. وهذا الطرف الثالث كان حاضرا في الورقة أيضا، ليس باسمه بل برقم حساب بنكي. الحكاية إذن لم تكن مجرد اختفاء، كانت قصة تجسس وخيانة وصفقة كبرى في ذروة الحرب العالمية الثانية، في قلب القاهرة وفي كازينو قصر النيل. أما الضابط الذي اختفى فقد قيل إنه نقل إلى جبهة القتال، لكنه لم يظهر أبدا ولم يسأل عنه أحد، ببساطة لأن غيابه كان مريحا للجميع. عاش عامل النظافة طوال حياته، وتلك الورقة حبيسة درج مغلق لم يخبر بها أحدا قط. وعندما رحل عثر ابنه عليها بين مقتنياته. لم يفهم معناها، لكنه احتفظ بها لكونها خطت بيمين والده. وبعد سنوات طوال من البحث في دهاليز التاريخ، عثر باحث مصري شاب على خيط يقود لتلك الليلة في وثائق الأرشيف البريطاني، وهي وثائق رفعت عنها السرية عام 2022. وصل الباحث للابن، عاين الورقة وبدأ بربط الخيوط ببعضها لتظهر الصورة الكاملة، وكانت أضخم بكثير مما تخيل. الضابط الإنجليزي لم يختفي، بل تمت إزاحته من المشهد من قبل أشخاص رأوا فيه خطراً داهماً، لأنه علم أكثر مما ينبغي. تلك الورقة لم تكن مجرد إيصال، بل كانت دليلاً على صفقة بين رجل أعمال مصري والضابط الإنجليزي لبيع معلومات عسكرية. لكن الجشع تمكن من الضابط فطلب المزيد، وحينها صدر القرار بإسكاته للأبد. أما جملة لا تبحث المكتوبة في الورقة فما كانت تحذيراً للضابط، بل كانت أمراً لرجل الأعمال صادراً من جهة أعلى منه بكثير، تخبره بأن الموضوع قد حسم ولا مجال للسؤال. هذا يعني وجود طرف ثالث، طرف أقوى من رجل الأعمال وأكبر من الضابط، طرف لم يذكر في أي وثيقة ولا يزال حتى يومنا هذا مجهولاً. هدم قصر النيل في ستينيات القرن الماضي، وعلى أنقاضه ارتفع فندق النيل هيلتون الذي تحول لاحقاً إلى فندق رمسيس هيلتون. حجر فوق حجر وتاريخ يواريه تاريخ، هكذا تبني القاهرة صرحها فوق أسرارها الدفينة. لكن الوثائق البريطانية بقيت شاهدة، والورق لم ينمحي، وظل السؤال يتردد بصداه: من هو الطرف الثالث؟ استمر الباحث في تقصيه، طرق أبواب عائلة رجل الأعمال، ونبش في ردهات الأرشيف البريطاني، لكن الملف الذي يحوي التفاصيل الجوهرية لا يزال موصداً ومحسوماً بالسرية
حتى عام 2042. 100 عام مضت على ليلة الكازينو، قرن كامل من الغموض بانتظار إجابة لن تنجلي قبل حلول عام 2042. تطرح هذه القصة تساؤلاً جوهرياً: ما الذي يهمس به في أروقة القصور الكبيرة؟ وكم من الجرائم دفنت تحت ركام المباني المنهارة؟ لقد شهد قصر النيل كل شيء، والحجر الذي هدم رحل ومعه السر الدفين. أما النيل الجاري بجواره فيبقى صامتاً كما كان دائماً. شاركونا في التعليقات، من هو الطرف الثالث في رأيكم؟ وإذا كشف الستار عن الملف عام 2042 فما هي المفاجآت التي تنتظرنا؟ اشتركوا في القناة.